طيب هو في الحقيقة ما ينفعش غير ان انت تلوم نفسك. ليه؟ لان احنا رحنا على حاجة تافهة زي لعبة الكرة، وانا بحب الكرة على فكرة، يعني انا بستمتع بالكرة كرياضة وان انا العب مع اصحابي واتحرك وهكذا. لكن احنا بنروح على لعيب انسان عادي نحمله شيء اكبر من طاقته، صح؟ ده واحد بيجري ورا كرة مع شوية ناس في الملعب، تمام؟ ما ينفعش نقول عليه فخر العرب. احنا في الحقيقة بنعمل كده عشان احنا مهزومين منهزمين، احنا كعرب وكمصريين بالتحديد. فلما حاجة تافهة زي الكرة حد عندنا بيحقق فيها انجاز، فبنتبسط بالموضوع قوي وفخر العرب ومش عارف ايه وبتاع، وتنفخ في الواحد جامد جدا. وهو ما يستحقش يعني، تمام هو مجتهد وكل حاجة وفاهم شعور ان احنا نفرح بحاجة حد عمل فيها انجاز كمصريين من كتر ما احنا واخدين على قفانا. لكن في نفس الوقت ما ينفعش تيجي زي اللي حاصل في فلسطين وتبقى بقى مستني منه حاجة او انه يتكلم او يعمل، ولما ما يعملش كده تقعد تشتم فيه بقى ومش عارف ايه وتجيبه الارض بعد ما انت كنت طلعته السما. فخر العرب. طب ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل بسببك انت سقف توقعاتك كان غلط. انت سميت حد فخر العرب بيلعب لعبة تافهة، بيلعب حاجة الناس بتشجعها والانتماء، ويقول لك انت تفهمش حاجة عن الانتماء وبتاع. باشا انت بتكسب ايه من الكرة دي؟ بتكسب فلوس؟ هتخش الجنة بسبب انتمائك وتشجيعك للكرة؟ ولا انت في الاخر بتضيع وقت عندك فراغ بتملاه، وفي واقع الامر انت اصلا بيتم استغلالك وبيتم تنويمك من خلال الكرة دي وانت مش واخد بالك؟ فهي الموضوع مش مفيد ليك باي شكل من الاشكال. ماشي مش هضحك عليك، كلنا بنعمل حاجات ملهاش لازمه، كلنا بنعمل حاجات تافهه، فانا مش جاي انظر عليك. بس في نفس الوقت احنا ما نبقاش مفشوخين ومهزومين وقاعدين بنزايد بقى وبننظر على بعض، سواء على محمد صلاح مستنيين منه حاجه بينما احنا مش مفروض نستنى منه حاجه. انا فاهم ان احنا هنتبسط لو هو عمل حاجه، لأن واحد ليه شعبيته لما يتكلم في وسط ناس عندها مفاهيم غلط كتير جدا ده هيحسسنا بشكل من أشكال الانتصار المعنوي. هنيجي نقارنه بأبو تريكة اللي كان ليه مواقف ومش عارف إيه وكده، فدايما إحنا حاطينهم في المقارنة دي. برضو المقارنة دي إحنا عملناها من خيالنا، ليه حاطينهم في المقارنة دي؟ ففي الآخر يا جماعة ده لعيب كورة، أنا على فكرة مش بدافع عنه، ولا هو ابن خالتي، ولا الكورة تفرق معايا في حاجة. بس أنا بشوف الناس على تويتر، لأن أنا الحمد لله قافل الفيسبوك، يعني عاملين حملة هجوم شرسة قوي عليه، اللي هو انت ساكت ومنبطح وبتطلع بقى تلبس زيهم في الكريسماس وتعمل مش عارف ايه، ولما جاء الموضوع على فلسطين ما عملتش حاجة وبتاع. يا باشا انت ليه مستني منه حاجة؟ ده لعيب كورة، ده مش واحد سياسي، مش قائد عربي، مش عالم مثلا، مش ده مش فخر العرب. انت اللي خليته فخر العرب وانت اللي غلطان. وتيجي في الاخر بعد كده تبقى محبط بعد ما طلعت واحد في السماء وحطيته في صورة معينة، صورة خاطئة، بقيت محبط بسبب ده. وتيجي في لعيبة كتير تانية جدا انت بتشجعها وعاملها آلهة وبتاع، تكتشف ان هم في الاخر اصلا بيدعموا الكيان. فانت اللي غلطان، لوم نفسك وركز في نفسك، بدل ما نقعد نزايد على بعض ونقعد نعلي على بعض، واحنا بس مش فالحين غير ان احنا نعلي صوتنا على تويتر وفيسبوك ومش عارف ايه، لكن احنا اصلا كلنا واخدين على قفانا ومهزومين ومغلوبين. وعارف ان ده غصب عننا، يعني مغلوبين على امرنا. ولكن متفهم ان انت، خليني اقعد بس، متفهم ان احنا عايزين نخرج اللي جوانا بشكل ما، عايزين نحس ان احنا عايزين نتكلم في اي حاجه وكده. فده بيؤدي ان احنا نقعد نزايد على بعض على السوشيال ميديا، ونقعد نخش في قضايا تافهه، ونتكلم عن الممثلين والمشاهير، ونتكلم مع بعض ونناقش في بعض ونجادل في بعض ونقطع في بعض ونعلي على بعض في حاجات كتير قوي تافهه ملهاش لازمه، عشان مش عارفين نخرج صوتنا ده في حاجه تانية. ما احنا الواحد عايز يحس ان هو عنده شويه حريه في كبت، بس يعني كفايه ان احنا مفشوخين، فمش عايزين كمان نوصل لقاع التفاهه وقاع التخلف. يعني نطلع الكبت ده وبتاع، بس في نفس الوقت مش عارف الموضوع يا جماعه يحزن الصوره او الشكل او الحاله اللي وصل لها المجتمع من ان احنا ناس بننظر على بعض وبنعمل ميمز وخلاص. وهو ده بقى حالنا، يعني هو ده بقى حالنا خلاص في تواجدنا وتعبيرنا عن راينا والكلام وكده. فمن الاخر صلاح مش فخر العرب، لعيب الكوره ما ينفعش يبقى فخر العرب. ده بسبب ان احنا مهزومين، ما عندناش حاجه تانية نفرح بيها. اكيد هنفرح لو حد ليه شعبيه زي ما قلت اتكلم وقال وبتاع، لكن ادوا الناس او ادوا الحاجه حجمها، واشغلوا نفسكم في حاجه تنفعكم شخصيا، لان الوضع سيء لا يخفى على احد. فانت محتاج ان انت تشغل نفسك في حاجه تنفعك شخصيا، بدل ما تقعد تضيع وقتك من خلف الشاشه وعلى الكيبورد وفي حاجات ملهاش اي لازمه ومش هتفيد اي حد في اي حاجه الصراحه. ده رايي الشخصي، مش بحابب ان انا اطلع ان انا هاجم اي حد وخلاص، بس حابب احط الحاجات في موضعها، يعني عشان ما تجيش بعد كده انت تبقى متضايق وفخر العرب ما نصرناش والراجل ده طلع منهزم وبتاع.
هو حر يا عم. هو يعمل اللي هو عايزه. انا بقول لك انا مش بدافع عنه، هو مش ابن خالتي ولا يفرق معايا هو ولا الكوره. لكن اقعد مع نفسك كده وشوف انت بتعمل ايه في اللي احنا فيه ده، بتفيد في ايه، مستفيد ايه، وبس. ربنا معانا. سلام.